السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يسعد اي حد بيحط لي لايك ويفرح قلبه كل يتمناه. كل مره تيجي في الاوقات الغير مناسبه لازم صح. رايحه فين؟ مش عارفة كنت نازلة اجيب الهمبرجر همبرجر. اه اه واعمل لك نسكافيه واسألك. طيب ماشي. النهارده يا جماعه كانت بوسي هي المفروض تختار الاكل الغدا. احنا قلنا كل واحد دور يختار الغدا صح كده. فبوسي اللي عليها الدور النهارده انها تختار الغدا، فهي هتغدينا همبرجر صح. احلى من كده؟ احلى من كده مش عايزه همبرجر عن نفسي يعني. ايه ده ليه؟ عايزة عدس طبعا. عايزه هاكلكم بكره عدس. الدور عليا بكره هتاكلوا عدس، ماليش دعوه. ماشي ماشي. يلا روحي جيبي بقى الحاجات اللي قلت لك عليها. والله يا جماعه احلى فكره عارفين مريحه دماغي، يعني لسه مطبقاها بقالي يومين بس تقريبا مريحه دماغي. هتقولي لي بقى الولاد كل يوم بقى يقعدوا يطلبوا لحوم وفراخ والحاجات دي. لا لا ما يصحش طبعا. على فكره انا عارفه ولادي بيحبوا ايه، ويعني ايه تقريبا كده الحاجات اللي انا بعملها. واليوم اللي انا عايزه اقضيها فيه انا اللي اختار. يعني هتلاقي لي مثلا بيجي عليا الدور مثلا مرتين في الاسبوع او 3 مرات. فانا بقى ايه هقضيها، هعمل لهم بتنجان، هعمل لهم عدس، هعمل لهم الاكل اللي هو ده ايه، فول بطماطم، فول بصدق، حاجات كده ايه بسيطه. وهياكلوا زي ما انا باكل معاهم، لازم ياكلوا معايا. مش عارفه هيعملوا ايه لما اعمل لهم عدس بكره، هنشوف. وانا عارفه مش هيرضوا ياكلوا منه. ممكن بوسي لكن مهاب لا. فاعمل لهم بقى ايه مكرونه، هيصعبوا عليا برضه. هعمل لهم جنبيه ايه شويه مكرونه، او ممكن اعمل لهم رز بعدس اصفر. هنشوف بكره هنعمل ايه ان شاء الله. بس النهارده هناكل همبرجر. زي ما انتم شايفين كده انا كنت قمت من النوم. لوجي حست بيا ان انا قمت من النوم، قامت على طول قبل بقى ايه ما صليت وكده. قامت على طول راحت نايمه على الانتريه زي ما انتم شايفين، واستغطت كده بالدفايه الصغيره دي. فانا رحت واخداها وهي بتقول لي سقعانه يا ماما سقعانه يا ماما. رحت واخداها كده ايه مدخلاها الاوضه في وشي، يعني ان انا اروق البيت وهي تبقى قدامي. كانت بوسي بقى الوقت ده كانت راحت الدرس، ومهاب كان في المدرسة. فالدنيا كانت فاضية كده. بص قوام الغسيل. أنا كنت على فكرة أول ما أروح المدرسة الصبح، معلش بقى ما عملتلكوش الروتين أول يوم المدارس، لأن بص هي اللي عملته وهتبقى تنزله في القناة التانية. فهي اللي عايزة تطلع الطلعة دي. لو عايزة تعمل هي إيه روتين أول يوم مدارس، ما عملتيش الفيديو ليه؟ فاضل المنتجة بس وننزله على طول. منتجة؟ طيب ماشي. سايبالي كده تاكلي عيش على حسي. حبيبتي انا واكلة عيش من زمان قوي من ايام الشيف بوسي. مش بوسي. الله يرحم دي ايام. فين بقى اختراعاتك؟ راجع ده انا هجيب لكم حتة وصفة. يا سلام. وصفة بطنهم توجعهم من هنا. كيكة ايه مقولكوش. الكيكة اللي اللي مصدعاني بيها دي كنت مصدعاني. وانا نازلة اجيب برضه. اوعي تجيبي حاجة. ايوه الفلوس بصي على قد الهمبرجر والعيش بس. ايوه. وحاجة ساقعة، بلاش حاجة ساقعة. والله ناس كتير قوي قالوا لي بلاش موضوع الحاجة الساقعة دي. هحاول. حاولي ما تجيبيش. نعمل لك عصير فريش فيه برتقال، هنجيبه نص برتقال. ما هنجيبها تاني. تلج. مش يا لهوي اسخن من سيدة الا ستك زي ما بيقولوا. تلج كده اسخن بالحاجة الساقعة، مواد صناعية. يلا مش هتخلص. روحي بوسي روحي بوسي يلا عشان انا ورايا مشوار عايزه انزل. معلش يا جماعه كانت قاعده اسريه بقى تنزل اول يوم مدارس، وانا خليني بقى في الترويقات والتنظيفات والبيت اللي مش بيخلص ابدا ده. ربنا يديمها علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. فلوجي بقى كانت كل شويه مقرفه اللي هو ايه. بصوا بكلمها يا لوجي اسمعي الكلام. لا هي من اولها بس عشان ايه عارفين هم العيال عندي ما اعرفش حصل لهم ايه والله العظيم. ربنا يهديهم ولوجي اولهم ربنا يهديهم. فكانت بقى مقريفه جدا وعايزه كل شويه تطلع بره. وطبعا بقى لسه بقى كانت سرحت شعرها ولا عملت بقى الحركات بتاعتها. قعدت تقولي تعالي سرحيني. قلت لها يا بنتي انا خلاص اتنشطت وهقوم اروق البيت. بقالي كده يومين ما عملتش الريسبشن، فاروح اعمله على طول كده بسرعه. قالت لي عامله كانت تزن جوه. المهم يعني شغلت لها بقى التليفون كده وجبت لها الكرتون، وبدات تتلهى شويه عني. وانا بقى بدات ان انا ايه اروق كده الدنيا واظبط كده ايه البيت. طبعا شغل البيت ده مش بيخلص كل يوم كده، لازم ان احنا نعدي عليه. بس في اوضه بتبقى عايزه مننا اهتمام جامد جدا، وفي حاجات عايزه تتروق كده على السريع. لو بقى حاجات طبعا في اوضه النوم عايزه تغيري الملايات وكده بيبقى يعني بتاخدي وقت. لكن لو الملايات نضيفه وزي الفل يا دوبك انت بتقومي تشديها على السرير وخلاص كده. انا هنا طبعا علشان بوسي بقى كانت هنا جت من الدرس،
وكانت جايبه خرز معاها، فبقول لها يا بوسي ده مش وقت الخرز دلوقتي. قعدت تقول لي يا ماما ده انا لقيت الوان جديده وجبت الوان جديده قوي وكده يعني، وانا مش مقتنعه بقى بالكلام خلاص يعني، احنا دخلنا على الدراسه. فهي كانت بتفرجني فانا رحت رحت كسفاها وقلت لها لا بقى انتبهي شويه للدراسه بقى، مش كل ما انت رايحه وجايه اي نعم من مصروفك، بس كفايه كده خلاص هتقعدي كل شويه تقولي لي لون طالع جديد ولون ده قديم وده موضه وده مش موضه. فخلاص بقى راحت قعدت تقول لي خلاص هم شويه دول بس عايزه اعمل كده كذا عقد وخلاص. قلت برضو ايه اسيبها، ما هم لسه اول الدراسه مش هيذاكروا يعني ال 24 ساعه في ال 24 ساعه يعني. فقلت خلاص ماشي مش مشكله. لقيت المكتبه هنا مطربه عندي شويه، فقلت ابدا امسحها. وعلى فكره انا والله ما حاطه كل الحاجات دي في المكتبه، عايزه اقول لكم ان انا حاطه الحاجات اللي هي زياده حطاها في النيش. فلوجي تفتح وتحط تقول لي يا ماما دول بتوع المكتبه لازم احطهم. يا بنتي ربنا يهديكي، مش انا بقول لكم العيال اللي من دول يعني شايفين دلالهم عليا. يا بنتي ربنا يهديكي يرضيكي، ما تحطيش حاجه تروح حطاها الحاجه تتكسر ابدا. بصي ولا حياه لمن تنادي يا لوجي. فرحت قلت خلاص بقى ايه بكره كده كده هروق البيت واظبطه، فابقى اشيل الحاجات الزياده يعني. والمكتبة طبعًا تبقى بُص كلّها يعني إيه تراب، هاشيل السجادة دي كده وأنفّضها برضه علشان كل حاجة تبقى تمام التمام. إيه الأخبار؟ أول يوم دراسة عاملين إيه؟ يا رب يجعله عام سعيد علينا يا رب وعليكم يا رب وعلى ولادنا جميعًا بالخير يا رب كده، ويبقى ترم سهل. على فكرة مُهاب راح أول يوم مدرسة ما أعرفش بيقول لي ما لقيتش حد خالص جاي، يعتبر أنا وصاحبي بس اللي كنا رايحين. راح على الساعة 08:00 لقيته الساعة 10:30 بيرن عليَّ بيقول لي: "أنا جاي يا ماما." باقول له: "جاي منين؟" أنا قلقت بصراحة لمّا لقيته بيرن عليَّ الساعة 10:30. قال لي: "لأ ده ما فيش حد في المدرسة خالص." ومش عارفة بقى سايبينهم اللي بيطلع بيطلع واللي بيدخل بيدخل. قُلت له: "طب إزاي أنت هتيجي دلوقتي؟" قال لي: "عادي اللي عايز يمشي يمشي، ما فيش حد أصلًا." فراح جاي فقال لي: "لأ أنا بافكر يعني إيه أروح بس إيه على الامتحانات." فمش عارفة بقى النظام ده صح والّا لازم إن هُم يلتزموا ويروحوا، وإيه حكاية الولاد ما بيروحوش خالص يعني الترم ده. أنا أعرف إن ممكن يعني ما يروحوش على أول رمضان، يعني أول رمضان إن شاء الله ربنا يبلغنا كده رمضان على خير يا رب، إن أول رمضان الولاد كلّهم مش هيروحوا. شكلهم يعني خدوا القرار ده بدري أوي، 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 أول كده يوم في المدارس صدمة. يمكن بقى يروحوا. أنا قُلت المهم برضه على نُص الأسبوع كده جرّب وروح وشوف الأخبار إيه، ألا يكون في غياب وفي انتظام وكده، فما ينفعش أعمال السَنة وكده. فربنا يهديهم يا رب ويهدي الحال لينا جميعًا. أنا كنت اليومين اللي فاتوا دول مأنتخة جدًا، والبرد شوية كده يشاور عقله، يسلِّم عليَّ وشوية يبعد عني، يعني بيننا وبين بعض كده إيه كانت صداقة يعني. فاليومين اللي فاتوا كان الجو في إسكندرية ساقعة جدًا، يعني عايزة أقول لكم كانت حاسة إن درجة الحرارة كانت تحت الصفر. ما أعرفش في إيه، كنا كأننا في الإسكيمو، في الجليد. بجد كان الجو تلج تلج تلج. فبصراحة كنت باعمل كده من فوق الوش على بُصّي روّقت حاجة ربنا كان عايزة أقول لكم يعني خالها الطيب كان حاضر، فروّقت حاجة، فعملت حاجة، وأنا كده إيه، لاقية حاجة قدّامي أروح شايلاها. بس تنضيف، تنضيف لأ، يعني تنضيف كده وتنفيض كراسي وكده لأ بصراحة، يعني بقى لي بتاع 3، 4 أيام ما عملتش كده الشقة. فقُلت أقوم إيه بقى خلاص الجو بدأ يدفي النهارده ما شاء الله الشمس طالعة. تنزلي وتمشي وتسيبي بنتك تروق. أنا بانزل وأمشي وأسيب بنتي تروّق، شايفين الفضايح شايفين الفضايح، مش باجيب السوق، مش أنا كنت باجيب السوق. تاخدي بنتك. آخد بنتي؟ اه أنهو بنتي الكبيرة والّا الصغيرة؟ الكبير. طب وأنتِ الصغيرة تقعدي لوحدِك؟ اه آه، طب اه خلاص أنا نازلة دلوقتي، بُصّي نزلت وأنا نازلة دلوقتي رايحة مع أصحابي، وأنتِ خليكِ قاعدة لوحدِك، ماشي؟ مش كده. ما ترجعيش في كلامِك، بوسي جاية تاني. إحنا على الهوا مباشر، ما ترجعيش في كلامِك. لأ أنا هانزل قبل بوسي ما تيجي، تقعدي لوحدِك ومُهاب في الدرس، ماشي؟ كده. سامعين؟ سامعين القرشانة دي؟ سامعين القروبة القرشانة دي؟ ولابسة النضارة بتاعتي. ولابسة النضارة بتاعتي كمان. فبصراحة الشتا السنة دي صعب أوي، كل مادة هتنزلي بقى ازاي وانتي بس هتنزلي مع صحابك؟ بس يا لوجي بقى روحي دلوقتي وأنا هاجي لِك تاني.
من الناس اللي محبين الشتا، بس بقى لي ده تاني سنة الصراحة ما احبوش، يعني بدأت أكره الشتا بجد يعني. كنت من محبين الشتا ودلوقتي من كاره الشتا. الواحد مش عايز يتشائم، بس كذا موقف حصل لي في الشتا بصراحة الواحد يعني قفل منه كده شوية. دي حاجة طبعًا بتاعة ربنا والأقدار والأعمار بتاعة ربنا سبحانه وتعالى، بس عارفين اللي هو الواحد قفل كده يعني غريب يعني ما اعرفش في ايه. الشتا بقى بالنسبه لي كده زي مش كابوس يعني، وعايزه اهول الموضوع او كبر الموضوع، بس ما بقتش احبه زي الاول خالص بجد. حتى بعد اكتر كمان لما يعني قاعده كده لوحدي وكئيبه والجو كئيب كده زعلانة. زعلانه. زعلانه ليه يا لوجي؟ هو كده انت زعلانة عشان جوزك سافر. عشان جوزي سافر. النهارده الفيديو كله فضايح والله. خلاص يا لوجي بصي، اعملي نفسك ان انتي مش موجوده، ماشي؟ هاي. ماشي كأنك مش سامعاني. يا لهوي على الفضايح. ف... فده زود بقى الإحساس يعني، مع الجو بقى اليومين دول ساقعة جدا جدا، فالواحد بصراحة يعني ايه مش متظبط، بس بيحاول والله يقوم ويعمل في البيت ويتشجع بيكو. بجد انتوا من الناس الجميلة جدا جدا في حياتي، بجد والله العظيم انا مش بكذب. على فكرة اخر فيديو ليا عايزه اقول لكم انا دمعت والله العظيم ودمعت كده يعني ومشاعر الناس اللي بتقولي ما تسيبناش انا بفتح اليوتيوب علشانك. عارفين لو 3 4 كومنتات هما كانوا اكتر يعني تقريبا حوالي 10 كومنتات، وكان جاي عليهم لايكات كتير، بجد فرحتوني جدا جدا. بحس ان حد بيحبني، حد عايز يشوفني، حتى لو المحتوى اللي جوزك انا عايز يشوفك بس. ايه. جوزك عايز يشوفك. لوجي النهارده عايزه اقول لكم يعني هربانه منها على الاخر. بس يا لوجي، بس يا لوجي فضايح يا لوجي. طيب. طيب بس اتفرجي كده وانتي ساكته، امتى تيجي يا بوسي؟ كل شويه تقاطعني والله مش عارفه اكلمكم. مهم بقى بقول لكم ان انا بيكم متقويه جدا جدا، بحس ان في حد في ظهري ليا سند بجد. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا ابدا، وربنا يديمكم نعمه في حياتي. والله العظيم بتفرحوني جدا جدا في الكومنتات، بتساعدوني قد ايه. ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري وتفرحوني، ربنا يفرحكم بجد. عايزه اقول لكم هنا كان في صدمه جامده جدا. لقيت قلم حبر تقريبا، انا شلت قلم في الاول يعني، اول ما جيت اروق لقيت قلم فشلته، فانا بكنس دلوقتي لقيت زي ما انتم شايفين كده حبر سايب او سايل كده زي ما انتم شايفين على السجاده الشيك. قعدت اعيط، ده ايه ده في ايه؟ وكل ما اجي انضفه يوسع اكتر يعني، كان شويه صغيرين كده كام شعره. بصوا طب اعمل ايه؟ طب انا عايزه اطلعه مش عارفه اعمل ايه. بصوا بقى اتضايقت على الاخر، اللي هو انا يعني فصلت بقى في الحته دي. من ايه؟ جبت كلوريكس الوان وجبت فانش وقعدت انضف فيها. مش عارفه، مش عايز خالص. الاسفنجه كلها لو هتشوفوها دلوقتي بقت عباره عن كوبيا، كوبيا من اللون الازرق اللي هو محطوط على السجاده ده تقريبا. انا مش عارفه، انت يا لوجي اللي جبتي القلم ده؟ قولي الصراحه، قولي الصراحه. لا. ما مش معقول اخواتك هيرموا قلم كده يعني. انا مالي بجد ما جبتش حاجة. انت مالك؟ امال جه منين ده؟ انا هنا بصراحه يعني كنت ماسكه اعصابي، كنت اعصابي بالعافيه، لان انا عايزه اصرخ. ايه اللي يحصل ده؟ الموضوع بيكبر مني يا جماعه، بيكبر مني جدا جدا. قلت خلاص هتصل بدراي كلين، مع اني والله لسه يعني غاسله السجاد ده على دخول المدارس، مش الترم ده طبعا، الترم اللي فات. وكتر غسيل السجاد بيبهت الالوان وكده، بس هعمل ايه؟ ما يعني عايزه اقول لكم انا فصلت الكاميرا وقعدت انضف، الموضوع وسع مني قوي. فقلت خلاص هوديها الدراي كلين واقول لهم ان في بقعه حبر عشان يهتموا شويه بالحته دي. ده شكل كده السجاده بعد ما نضفتها على قد ما اقدر. الموضوع بيتوسع مني اكتر واكتر، سبتها خلاص كده. طبعا مضايقاني قوي قوي، لان الواحد الحاجه بصراحه اللي بيجيبها دلوقتي ما بيعوضهاش، الاسعار بتزيد كل مادة اكتر واكتر، والدنيا بقت غلا. والسجاد ده بصراحه حلو يعني، واحد لو عايز يجيب حاجه قدام هيجيب حاجه صيفي. عايزه اقول لكم ان السجاد كمان طلع صغير جدا، يعني عامله افكر في السجاد انه طلع صغير جدا. في الصيف حلو قوي، لكن في الشتاء بصراحه الجو تلج يعني. بصوا الفاصل كده من اول الترابيزه هنا لغايه باب الشقه حوالي 2 متر فاضيين، فمسقعين المكان. وبصوا الفراغات دي كلها، هو بيبقى شكله شيك، بس بالنسبه انا في الدور ال 14 والمنطقه بتاعتي دي كلها رطوبه، يعني عايزه اقول لكم بجد رطوبه جامده جدا، علشان قبل المباني دي كانت الأراضي زراعية،
فمعرفش ايه دخل ده في ده، فهم بيقولوا كده يعني الارض كلها طبعا كمان لسه في شوارع كتير قوي ما اتسفلتتش، فالاراضي طينيه فالجو ساقع. المهم ان انا في الدور ال14 يا جماعه وسقعانه ومتكتكه، كنت الايام اللي فاتت خالص خالص خالص، يعني عايزه اقول لكم متكتكه جدا جدا. كنا هنا عامله امبارح صينيه كيكه، فبقيتها بقى كانت في البوتاجاز ومطرح بقى ما اتعشينا بالليل وكده. بصراحه لما تولعي بتدفي الشقه كلها، فبيبقى فرصه. عايزه اجيب برضو بطاطا، ما جبتش خالص بطاطا في الشتاء، بس لما انزل بقى السوق ان شاء الله باذن الله ابقى انزل اجيب بطاطا. لميت بقى كده، خلصت طبعا الريسبشن زي ما انتم شايفين. وهنا كان الصبح محمرين بطاطس، عايزين سندوتشات بطاطس يعني في المدرسه. بصراحه بوسي اللي قامت بالمهمه دي، ربنا يحميها. فدايما اقول لها يا بوسي لما بتيجي تعملي او تقلي بطاطس ما تقليش في العين اللي هي من بره، يعني حطي الطاسه دايما من جوه كده واقلي بقى براحتك. فهي تروح ايه ناسيه وحاطه الطاسه من بره، فلا اقول لها لا خلي بالك كده احسن ومش عارفه ايه، لغايه الحمد لله ربنا يحفظها ويحفظ ولادكم يا رب. ما اتعودت يعني شويه بشويه انها تحط الطاسه من جوه، وانها تقلي بطاطس، ممكن تعمل برجر. يعني هي جت دلوقتي ممكن تعمل ليها واللوجي همبرجر على الجريلا يعني. فحاجات البسيطه دي بحاول انها تعملها، تبقى برضو عشان ما يبقاش الولاد لما بيكبروا يبقوا كسلانين. يعني انا كنت وانا صغيره لما كنت في سنها كده كانت ماما دايما تحب تريحنا وما تخليناش نعمل حاجه في البيت وكده. اي نعم انا اشتغلت بدري جدا، يعني اول ما خلصت اشتغلت على طول وكده، خلصت دراسة اشتغلت على طول. بس عايزة اقول لكم فترة الصيف برضو ما كناش يعني ممكن نروق البيت. كان عليا السوق والعيش، دايما كنت اجيب لهم السوق والعيش من وانا صغيرة، فده كان عليا. وممكن بقى اروق الأوضة بتاعتي، ممكن نغسل اطباق مواعين الحاجات دي. لكن عمل اكل وان احنا حتى نحمر بطاطس وكده لا، بصراحة انا ما اتعلمتش الحاجات دي الا لما اتخطبت، فكان بالنسبة لي صعب الموضوع. لكن لو كنت انا اتعلمت وانا صغيرة كان بالنسبة لي الموضوع هيبقى اسهل بكتير. فكنت مستتقلاه مع اني بعمل حاجات كتيرة قوي، ترويقات وتنظيفات وحاجات كده. وكنت اوقات برضو انا طبعا احنا عندنا الغسالة العادية، فاوقات طبعا في الشغل كان هدومي ما اللي هي مع حاجات الحراير بتاعة الخروج وكده كنت باحب اغسلها على ايدي. كنت يوم خميس او يوم جمعة الصبح بدري اخد الهدوم بتاعتي كلها كده اللي انا خرجت بيها في الاسبوع، عشان انا كنت عايقة ومتضايقة. يعني كنت ممكن ايه اليوم اللي انا بخرج بيه اروح بيه الشغل اليوم الواحد، الطقم اللي انا البسه ما البسهوش تاني يوم، وخلاص بقى مادام لبسته مرة واحدة لازم اغسله. فكنت برضو ممكن اغسل على ايدي شوية حاجات كده بقى والاشاربات واكوي واعمل وكده. بس موضوع الاكل بس هو اللي كان بالنسبة لي صعب شوية، يعني ان هو عمايل الاكل. فعشان كده بعاني منها لغاية دلوقتي شويتين تلاتة. بس والله العظيم لما بعمل اكل يعني بشهادة كل الناس الحمد لله الاكل بيطلع حلو زي الفل الحمد لله رب العالمين. بس بستتقله شوية عن التنظيفات. ده بقى معلش كان فيديو النهارده عشان انا عندي ميعاد مع اصحابي وهننزل نجيب شويه حاجات. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش بقى بلايك وكومنت منكم حلو، بتساعدوني جدا جدا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.